مساء الفل عليكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في اتم صحة وفي احسن حال. معانا النهاردة فيديو جديد وجميل. معانا البانيه، وصفة سهلة وبسيطة. هنشوف مع بعض تتبيلة البانيه ازاي وهنعمل ايه. اول حاجة معانا بصلتين هنضربهم في الخلاط ناعم قوي. هننزل عليهم بمعلقة خل عشان تمشي بس الخلاط، ونص ليمونة وحبة ملح. زي ما انتم شايفين خطوة بخطوة. هنضرب البصل والخل والليمون والملح مع بعض في الخلاط، ونرجع مع بعض نشوف هنعمل ايه وايه توابلنا اللي هنحطها وهنعمل الطريقة ازاي يعني. وبعد ما ضربناها ما هو ناعم قوي في الخلاط كده، نيجي بقى نشوف التوابل بتاعتنا عبارة عن ايه. اهو مخليناش اصل البصل خالص. معانا معلقة بهارات فراخ صغيرة، ونص معلقة توم باودر، نص معلقة بصل باودر، ونص معلقة صغيرة كمون، وحبة فلفل اسود صغيرين اهو. بقى اللي هيديكي طعم مميز جدا للبانيه تحطي معلقة كاتشب، ولو عندك مايونيز برضو حطي معلقة مايونيز. انا حطيت كاتشب بس، ده بيخلي طعم البانيه تحفة. هنضرب بقى كل المكونات دي مع بعض كويس قوي لحد ما يختلطوا مع بعض. وما تنسوش بقى ان احنا حطينا في الاول الخل والملح والليمون. هنجيب بقى البانيه بعد ما غسلناه غسلة نظيفة. انا بقطعه يعني نصين، ما بخلوش طويل زي ما هو. بحب يعني القطعة تبقى ايه، وسط. الحتة بقى اللي هلقاها مكلكعة كده ولا تخينة، انا طبعا ما عنديش اللي هو المدق، فيعني صرفت نفسي بأي حاجة. هفك الكلكعة اللي هو فيه بقى، الحتة اللي بتبقى مقلبظة كده يعني نفردها كده حاجة بالراحة يعني عشان ما تبوظش منه. وبعدين نحطها في التتبيلة ونسيبهم حوالي كده ساعتين ولا 3 ساعات، ولا ممكن من بالليل تعمليها. وبعدين هنرجع مع بعض بعد ما نخلص الكمية هنشوف هنعمل ايه. بعد ما خلصناها اهو لكم شكلها في التتبيلة. يا رب تكون واضحة الإضاءة كويسة، معلش الإضاءة هي ضعيفة شوية. نيجي بقى نعمل ايه، شوية مكرونة بالصلصة جنب ايه الصلصة هي بتتسبك. هنعمل شوية مكرونة بالصلصة. هننزل بمعلقة سمنة وبعدين عليها المكرونة. هنقلبها لحد ما تاخد كده لون ذهبي جميل، وبعدين ننزل عليها بالصلصة اللي احنا بنسبكها جنبنا على النار اهي. متنسوش يا حبايبي تحطوا اللايك الجميل بتاعكم وتشيروا الفيديوهات في كل مكان. معلش كل فيديو بأكد عليكم المعلومة دي يعني عشان ما تنسوش تحطوا اللايك، وبدل ما عائلتنا تبقى صغيرة تبقى كبيرة. وربنا يسعد كل حد بيحط لي لايك ويفرح قلبي ويشير لي الفيديوهات في كل مكان. انتوا احلى واجمل اصدقاء اللي بيدعموني وبيساندوني وبيشجعوني ان انا اكمل في الفيديوهات. ربنا يسعدكم ويحفظكم ويبارك فيكم، وتفضلوا دايما كده تشجعوني وتساندوني. فيلا يا ست الكل، لو ما نزلتيش لحد دلوقتي حطيتي اللايك انزلي حط اللايك. وزي ما انتم شايفين كده احنا بعد ما المكرونه اخدت اللون الذهبي الجميل، نزلت عليها ايه بكبشتين من الصلصه اللي احنا مسبكينها. الطماطم دي انا مسبكاها حبه زيت، ونزلت عليها بالطماطم وسبتها تتسبك مع نفسها، وحطيت لها ملح وفلفل. فانا حطيت الطماطم هي على المكرونه، هنزل عليها بعدين بالميه بتاعتها واظبط الملح. ننزل بقى بالميه عليها ونسيبها ايه تستوي مع نفسها، نكون احنا ايه كملنا البانيه بتاعنا. نيجي بقى هنا نكمل البانيه. معايا بيضتين هننزل عليهم برضو بمعلقة ملح وحبة فلفل ونضربهم مع بعض كده. جهزنا اول حاجة للبانيه.
هنا بقى عندي فيجيتار بارد جايباه سايب من عند العطار، وعليه برضو بقسماط مطحون برضو سايب جايباه من عند العطار، وهنقلبهم مع بعض. نبدأ الأول بقى نجيب الفراخ ننزلها في البيض وبعدين في البقسماط. يبقى فراخ ننزلها في البيض وبعدين في البقسماط، يبقى بيض بقسماط لحد ما نخلص بقى الكمية كلها، ونضغط عليها زي ما انا بضغط كده. في ناس بتحط له بيض، يعني تبقى الاول دقيق، اسفة معلش، في ناس بتحط دقيق وبعدين بيض وبعدين بقسماط. انتوا كل واحد على حسب ما بيعمل يعني، بس انا بحط الاول بيض وبعدين بقسماط بس يعني. هعمل بقى الكمية كلها ونرجع مع بعض بنفس الطريقة اللي انا بعمل بيها دي. شايفين يا بنات دس الزيت دي صغيرة جدا ب48 جنيه، يعني ربنا يرحمنا برحمته بصراحة. طبعا الزيت لما نيجي نقلي البانيه لازم الزيت يبقى غزير وسخن. طبعا الزيت اللي هيتبقى برضو مش هنرميه، لا هنحمر فيه تاني برضو. سبت الزيت يسخن وبعدين هنزل فيه بقطعة من البانيه. الاول هخليها نار عالية وبعدين ههدي النار عليها. وده كده كان شكله بعد ما ما حمرنا، شكله جميل والله الكاميرا ظالمة لونه، او انا عندي يعني الاضاءة بعافية شوية بعيد عنكم. وهنا هي المكرونة بعد ما عملناها وطلعنا حبة اللفت اللي احنا خللناه مع بعض، على فكرة ده استوى جميل. شايفين شكله؟ والله شكله لونه جميل، جربوها هتعجبكم جدا. والكفر متماسك مع بعض الكفر بتاعه. وجبنا برضو كاتشب ومايونيز وفيروز شوبس اهي قدامكم، وبالهنا والشفا، واسيبكم في حفظ الله ورعايته.